التراث المعماري في الجزائر يعد إرثا ضخما ومرجعا لأصالة البلاد ومصدرا لاستلهام الماضي من أجل صياغة الحاضر والمستقبل، والمحافظة عليه تعد وسيلة من وسائل التلاحم بين الماضي بأصالته والحاضر بتقنيته. بمناسبة شهر التراث يأتيكم هذا الحوار حول تصنيف وزارة الثقافة والفنون لجامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بوهران ضمن التراث الوطني المحمي. هذه الجامعة التي أنشئت عام 1971 تعد معلما تراثيا وإرثا حضاريا نظرا للهندسة المعمارية الفريدة المعتمدة في بنائها، وهو ما جعل من وزارة الثقافة والفنون تدمجها بداية العام الجاري ضمن التراث الوطني المحمي. للحديث حول هذا التصنيف أرحب بالدكتور ربيع مولود، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة محمد بوضياف بوهران والمكلف بملف التصنيف للجامعة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك، يشرفني أن أقوم بهذه المداخلة لشرح الملف الذي قمنا بإنجازه لتقديمه لوزارة الثقافة والفنون وتقديمه أمام الهيئة الوطنية، وذلك لتصنيف الجامعة جامعة العلوم والتكنولوجيا كإرث ومعلم يحافظ عليه. نعم، قبل الحديث عن التصنيف لو تعطينا لمحة عن الجامعة التي صممها المهندس الياباني الشهير، ما هي خصائصها؟ يعني إذا تطرقنا إلى هذا الجانب، أولا يجب أن نتطرق إلى المهندس المعماري كنزو تونغ. كنزو تونغ هو معروف عالميا، يعني مهندس معماري ياباني. نعم. durant l'exposition universelle في اليابان في 1977 البافيون دالجيري كان شابوتي بار الأستاذ أوشيش، وعند عودته أعطى تقرير لرئيس الجمهورية آنذاك الراحل هواري بومدين، وفي حال في ذلك الوقت قرر أن تسند الدراسات إلى هذا المهندس المعماري المعروف عالميا. نعم. طبعا في السبعينات في 71 72 لو كونترا ايتي سيني في 72 تقريبا، ثم بدأت الدراسات على أن ترجع الدراسات للوزارة، وزارة آنذاك وزارة التعليم العالي، في حوالي نهاية 72، لكن تأخر قليلا وتم بداية المشروع في حوالي 73 74 كان بداية المشروع. نعم. بداية المشروع هنا بوهران، وكانت المساحة المخصصة آنذاك كبيرة جدا في شرق وهران 530 هكتار. 530 هكتار يعني كانت تضم الجامعة لو كامبوس، الجامعة، لوبيتال، المستشفى الجامعي، ومدرسة الهندسة المعمارية يعني كمدرسة مستقلة، ثم لي دكتوار للبنات وللذكور. نعم. كل هذا كان يتربع على مساحة 530 هكتار، ثم تقلصت المساحة لتصبح بالأخير حوالي 100 هكتار حاليا. 100 هكتار حاليا يعني 89 هكتار بالتقريب حاليا. الجامعة بخصوصيات دراسة كمعلم يعني هندسي، يعني كنزو تونغ يصنف كمهندس معماري مودرنيزم بزيادة إلى utiliser le structuralisme. Structuralisme يعني tout ce qu'il a utilisé à l'époque comme architecture et technique de construction surtout, تقنيات البناء، c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. يعني لما نعود للسبعينات ونتكلم عن les dalles nervurées يعني دي بورتي حتى 26 متر بيتون بري كونتران في ذلك الوقت بالنسبة للجزائر وبالنسبة لجزء كبير من العالم، c'est une prouesse technique extraordinaire. هذا هو اللي يعرف به هذا المهندس واللي تعرف به جامعتنا. في زيادة يعني تطرق إلى عدة نقاط كوم لي بيرسبكتيف كوم لا كاسكاد كي لا يوتيليزي في الاركتيكتور، دوك تو سا تصبح تحفة معمارية. تصبح تحفة معمارية، وحقيقة بعد 40 سنة من لا رياليزاسيون كل واحد يزور الجامعة إلا ويبقى ويتحدث عن تصميمها في ذلك الوقت ولا رياليزاسيون. وهذا ما أدى بتصنيفها أوائل هذا العام هذه التحفة المعمارية جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران ضمن التراث الوطني المحمي من قبل وزارة الثقافة والفنون. من خلال التصنيف هذا ما الذي سيضاف للجامعة؟ يعني لما تقوم الهيئة الوطنية بتصنيف أو بقبول تصنيف معلم ما، فيه ترتيبات جد إيجابية بالنسبة للمعلم وبالنسبة للمبنى المصنف. نعم. منها أولا ما نقوله هو حفظه من الاندثار. أول شيء سيكون محفوظا من كل تدخل يد أجنبية في هذا المعلم إلا بموافقة الوزارة. وزارة ليس وزارة التعليم العالي، يعني حتى ولو كان المشروع من وزارة التعليم العالي يعني موافقة وزارة الثقافة والفنون. وهذا جد إيجابي بالنسبة لحفظ هذا التراث من أي تدخل أو أي بناء آخر لا يضيف الشيء المستفاد أو الشيء المطلوب من هذا المبنى.
ثانيا بتصنيفه أيضا ستتكلف الوزارة تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون بالترميمات. كل معلم وكل بناء يعني مع الوقت يعني يسبيغ زادي اتموسفيريك تو سا ميم ليتيليز يعني ليتيليزاسيون تاع بعد 40 50 سنه 60 سنه سي كوم سي دو بيتون دونك هو آيل الى ان يصبح فيه مشاكل ومشاكل كثيره بعد الوقت. لكن بتصنيفه التدخلات ستكون تدخلات تقنيه في زابيل دي كونيسونس سبيسياليست، يعني لا يستطيع احد ان يتدخل اذا لم يكن مختص في المجال، وهذا من الأشياء التي ننتظرها لإجراء بعض الترميمات على بعض المشاكل التي بدأت تظهر. نعم، جميل جدا أن تحرص الجامعة على تصنيف هذه التحفة المعمارية ضمن التراث الوطني المحمي. في الحقيقة أن الأجمل أن فواعل الجامعة من مسؤولين وأساتذة هم الذين عملوا على تصنيف هذا من خلالكم، يعني وأنتم المكلفون بالملف التقني الذي أعدته مديرية الجامعة بالاعتماد على إطاراتها دون اللجوء إلى خبرات خارجية. حدثنا عن هذا الملف التقني وعن العمل الذي قام به الأساتذة على مستوى الجامعة وهم أساتذة جزائريون لتصنيف هذا المعلم في التراث الوطني المحمي. نعم العملية تعود إلى جونفي من السنة الماضية 2023 عندما قرر وزير التعليم العالي آنذاك، وهذا بتعليم من رئيس الجمهورية، أن تصنف الجامعات الكبرى للوطن. نعم. والتي شيدت من طرف مهندسين معماريين عالميين معروف، وهي ثلاثة: العاصمة هو ريبومدين معروفة أنه أوسكار نيمير، قسنطينة محمد منتوري أوسكار نيمير كذلك، ووهران جامعة العلوم التقنية محمد بودياف كنزوتون. نعم. أن تصنف هذه الجامعات، إذا أن تصنف هذه الجامعات كمعالم ثقافية وطنية. بعد هذا في هذا الصدد أسند رئيس الجامعة آنذاك، رئيس الجامعة السيد حمو بوزيان آنذاك، مهمة إعداد الملف دون اللجوء إلى الخبرات الخارجية كما هو معمول به عاديا، يعني نعم. دائما يتم اللجوء إلى مكاتب دراسات متخصصة معتمدة. لكن في هذا الصدد أسند رئيس الجامعة ذاك ملف الإعداد إلى قسم الهندسة المعمارية، طبعا بإشراف رئيسه المتكلم المتحدث ربيع مولد، وفعلا تم التكفل بإعداد كل المخططات والملف المطلوب تبعا للقانون 98/04 مؤرخ في 15 جوان 98 القاضي بحماية التراث الوطني. نعم. التراث الثقافي. طبعا لقد دامت يعني الدراسات وإعداد الملفات بمشاركة زملائي كثير من الزملاء، يعني من القسم ومن الجامعة كذلك، من الجامعات إعداد كوميسيا، وبعد عدة جلسات ومشاورات مع مديرية حفظ التراث بوزارة الثقافة والفنون، يعني قمنا بعدة ذهاب وإياب مع الوزارة لتقديم الملف الأولي ثم الملف الثاني ثم رفع التحفظات، ثم حتى تم تقريبا في الاجتماع الأخير الرابع حوالي في ماي سنة 2023 يعني تم قبول الملف لطرحه أمام اللجنة الوطنية، وبعد عدة جلسات تقريبا تم قبول الملف من قبل الوزارة أولا، ثم ليتم عرضه أمام اللجنة الوطنية المكلفة، وفعلا بتاريخ 26 جويلية، يعني كان 26 جويلية من سنة 2023، هذه 6 أشهر بعد بداية الدراسات وبعد المشاورات، قمنا نحن بتقديم الملف أمام اللجنة الوطنية بالقاعة الشرفية بمقر وزارة الثقافة والفنون، أين تم اعتماده وقبول تصنيف الجامعة كمعلم ثقافي وطني بدون تحفظ. يعني كانت هذه تقريبا آخر حلقة من هذه الدراسة التي بدأت في جونفي تقريبا وانتهت في 26 جويلية، ليتم بعدها تقريبا لا تونتوجولاريتي اللي غادي يخرج في الجريدة الرسمية أيضا. في هذا الصدد أتقدم بشكر الجزيل للمدير السابق والمدير الحالي. المدير الحالي حمو أحمد هو الذي رافق المشروع تقريبا من بدايته حتى تم تقريبا قبوله وتصنيف الجامعة. وكذلك أنا أتطرق إلى الشكر زملائي هنا في القسم وفي الجامعة الذين ساعدونا في إعداد هذا الملف، يعني كانت c'était un travail d'ensemble de groupe même si je l'ai présenté personnellement وده أشرفت عليه بشخصي. أستاذ تميز وهران الباهية بنمطها المعماري المعاصر الذي أعطى الوجه الجميل للباهية وشوارعها التجارية الكثيرة والحركة ومآثر الحقبة التاريخية التي تعاقبت عليها. حدثنا عن موقع جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بوهران في هذه الشبكة للمواقع الأثرية في وهران، وماذا تضيف للبعد الأثري لمدينة الباهية؟ يعني لو تحدثنا عن الموقع في بداية السبعينات لما تقرر أن تقريبا أن الامبلانتاسيون تاع الجامعة في موقعها الحالي، يعني كانت المنطقة خالية. مي في لي بلان
ديكستونسيون دوران في توسع العمرين لوهران، كان ينتظر أن تتوسع وهران من الناحية الشرقية، ولهذا تم يعني توطين هذه الجامعة في الناحية الشرقية. وبعد عدة سنوات تقريبا، بعد بعد إنجاز الجامعة، بعد عدة سنوات مضت يعني حوالي 20 أو الآن 40 سنة تقريبا، النسيج العمراني فعلا توسع من الناحية الشرقية. نستطيع أن نقول il remplace le centre-ville dans sa fonctionnalité، ليس من جانب المعماري ولكن من الجانب العملي. أصبحت الناحية الشرقية تتمتع يعني بكثير من الحركية وكثير من يعني من الإنجازات. كل الإنجازات تقريبا في 30 سنة الماضية أو 35 سنة الماضية تمت على هذه الجهة، حتى أصبح المشروع، حتى أصبحت الجامعة تتوسط كل هذا النسيج العمراني. أصبحت الآن تتوسط هذا النسيج avec sa tour 16 étages تقريبا 14 أو 16 طابق، يعني نراه من بعيد كمعلم حضري، يعني من بعيد يرى من بعيد هذه الإضافة يعني لو on arrive à détecter un discours entre les différents المعالم الأخرى بين الجامعة وبين سانتا كروز في أعالي وهران، يعني بعض المعالم الأخرى، يعني c'est une triangulation comme si on avait un triangle فيه بعض المعالم، وهذه المعالم الأثرية الجميلة والتحف المعمارية القديمة والجديدة. جميل جدا. هذا المعلم الأثري الذي صنف ضمن التراث الوطني المحمي بجامعة محمد بوضياف اليوم للعلوم والتكنولوجيا هي تثمين للتراث الثقافي والحضاري لمدينة وهران ككل. كلمة أخيرة دكتور. والله كنا ننتظر منذ مدة، يعني لما أنجزت الجامعة بتقنيات عالية، بتقنية يابانية وبسواعد جزائرية. العمال الذين كانوا هنا كان كثير من العمال جزائريين، حتى l'encadrement, il y avait beaucoup d'architectes et d'ingénieurs algériens qui ont participé à la concrétisation de ce projet. يعني هذا حتى الرئيس الجامعة الأول الذي ساهم بكثير، لا يجب أن ننساه، يجب أن نذكره، المرحوم المغفور له إن شاء الله بزرق حسن، الذي قام بعدة أشياء جد جميلة لمدينة وهران ولجامعة وهران ككل، جامعة وهران ككل. يعني كان الجميع يتمنى أن تصنف هذه الجامعة، يعني لخصائصها المعمارية وخصائصها التقنية، معمارية وتقنية. Les deux vont ensemble. Risto, c'est ça, c'est le plus important, c'est ça, c'est l'aspect architectural, architectonique et l'aspect technique du génie civil. هذا كان الجميع يتمنى، واخيرا تحققت هذه الامنيه والحمد لله، والشكر موصول للجميع، ونشكركم انتم، ونشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم على كل ما قدمتموه من أجل ملف التصنيف لجامعة محمد بوضياف لوهران، التي يمكن من خلالها أن تغذي روح الانتماء للمدينة وحتى للوطن. شكرا دكتور.